أثار النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي حكيم زياش جدلاً كبيراً حينما نشر تدوينه هاجم فيها الحكومة المغربية لأنه اعتبرها تدعم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأكد الموقع الإلكتروني أخبارنا يوم السبت أن زياش نشر تدوين نارية هاجم فيها الحكومة المغربية معتبراً إياها داعمة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لكنه سحب لاحقاً التدوين لأسباب مجهولة. وأشار الموقع إلى أن تدوينة اللاعب المغربي الدولي جاءت على خلفية انتشار فيديو يظهر جنوداً إسرائيليين وهم ينكلون بجثث القتلى الفلسطينيين في بلدة قباطية بجنين. وأعرب حكيم زياش عن استنكاره الشديد للأفعال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. قال النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي: اللعنة على إسرائيل وكل دولة تدعم هذا السلوك، معلناً تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني. وأوضح الموقع الإلكتروني أن زياش نشر منشوراً جديداً على إنستغرام. أنشطة شركة ميتا التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة. قال فيه: كان الأمر المنشور السابق موجهاً لحكومة بلدنا مع وضع علم المغرب التي تدعم الإبادة الجماعية وكل الدول الأخرى التي تدعم ذلك. عيب عليك، كفى كفى.